لا يعلم ما هي الأسباب، لا يعلم ما هي الأمور التي أدت إلى هذا الأمر، ولكن أنت وجدت لكي تعلم الأسباب لا لكي تتساءل عنها. أنت وقفت قليلا. مانشستر سيتي، الفريق الذي حطم الأرقام القياسية، بات الآن في موقف لا يحسد عليه. بيب غوارديولا أمام أكبر اختبار في مسيرته، فهل سينجح في إنقاذ الفريق من الانهيار؟ من كان يتخيل أن مانشستر سيتي، بطل الثلاثية التاريخية، سيجد نفسه في هذا الوضع الصعب؟ في موسم 2025 الفريق تعرض لسلسلة هزائم غير مسبوقة، آخرها أمام الكبار والصغار على حد سواء. إصابة رودري أمام أرسنال، ضربة قاسية دمرت توازن الفريق. الهزائم تتوالى، خسارة 2-1 أمام توتنهام وبورنموث في نتائج صادمة. كابوس دوري الأبطال، سبورتينغ لشبونة يسحق السيتي 4-1. انهيار تام، توتنهام يهزم السيتي مجددا 4-0. تعادل 3-3 أمام فاينورد، مزيد من التخبط الأوروبي. خسارة 2-0 أمام ليفربول وكأن الفريق بلا روح. تعادلات قاتلة أمام كريستال بالاس 2-2 وإيفرتون 1-1. تضييع نقاط ثمينة. هزائم متتالية ضد يوفنتوس 2-0، مانشستر يونايتد 2-1، أستون فيلا 2-1، وأخيراً باريس سان جيرمان يكتسح السيتي 4-2 في دوري الأبطال. إن أصابك التوهان قليلاً، أتى المنافس لكي يتجاوز ما كنت فيه. لماذا هذا الانهيار المفاجئ؟ أنت تريد أن تصير، عليك أن تصير، وعليك أن لا دفاع ضعيف، تشتكي من زحام المرة، وعليك أن لا تشتكي مما يحدث. انخفاض مستوى النجوم، افتقاد القائد في الوسط. المنافسين أصبحوا أكثر قوة وخطورة. هل بدأ أسلوب غوارديولا يفقد بريقه؟ هل أصبح مكشوفاً أمام المدربين الآخرين؟ إن غوارديولا لم يكن يوماً مدرباً يستسلم بسهولة، فكيف يمكنه إعادة الفريق للمنافسة؟ المبدع ماذا سأقول؟ المبدع ماذا سأقول؟ تحبوه ولا ما تحبوش، ولكن تعترف وتتفرج وأنك مستمتع وتتابع مبارياته لأنك تستمتع، بقطع النظر عن انتمائك، بقطع النظر على علاقتك به. هذا النادي مانشستر سيتي. بيب غوارديولا أمام تحد جديد، فإما أن يثبت أنه أحد أعظم المدربين في التاريخ، أو أن يكون هذا الموسم نقطة النهاية لعصره مع السيتي. مانشستر سيتي. تمر الأيام والأعوام ونحن معك وخلفك ومن أجلك فقط. لا يعلقنا بك فوز أو فرح، لا يبعدنا عنك حزن أو هزيمة، فالقصة أعمق من ذلك بكثير. نكتب فيك أجمل القصائد. والآن نريد أن نسمع رأيكم. هل تعتقدون أن غوارديولا سينجح في إنقاذ مانشستر سيتي؟ أم أن وقت التغيير قد حان؟ اكتبوا لنا في التعليقات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة آخر التحليلات الكروية.